حتى الاعلام الانجليزي بيتساءل ومستغرب. الاعلام الانجليزي والسوشيال ميديا في انجلترا بتتساءل: اين الاعلام العربي مما يحدث مع صلاح؟ هل ظلم الاعلام المصري صلاح؟ طول عمره ظالم صلاح. الاعلام العربي الرياضي والاعلام المصري الرياضي بالتحديد، انتوا فين من اللي بيحصل مع صلاح؟ فين من الظلم البين وعدم الاحترام وعدم التقدير لسنين الراجل ده كافح فيها 8 سنوات عمل لليفربول اسمه، حط ليفربول اللي ما كانش موجود على خريطة الكورة في اوروبا حطه على خريطة الكورة في اوروبا. ليفربول من بعد نهائي اوروبا 2005 مش موجود على خريطة الكورة في اوروبا. محمد صلاح في اخر 8 سنوات جاب لهم الشامبيونز ليج ولعبوا نهائي مرتين وجاب لهم الدوري بعد غياب 30 سنة. ولكن انت بتتساءل: فين الاعلام المصري الرياضي؟ فين الناس اللي بتطلع توجع دماغنا كل يوم؟ فين الكابتن احمد شوبير؟ فين الكابتن ابراهيم فايق؟ فين مهيب عبد الهادي؟ فين الناس اللي بتطلع تتكلم في الكوره ومفكره ان هي كده بتتكلم في مواضيع مهمه؟ اطلاقا. لا انت بتتكلم في مواضيع مهمه يا كابتن شوبير، ولا انت يا ابراهيم يا فايق، ولا انت يا مهيب عبد الهادي. اما يكون عندك قيمه وبراند كبير وقوي جدا حاطينها على خريطه الكوره قدام العالم كله، وبالتحديد في اوروبا وبالتحديد في انجلترا، ويقع في ازمه ويكون في تعنت بشكل كبير معاه ويكون في ظلم باين من اداره ليفربول ومدربي ليفربول ولاعيبه ليفربول، لان النهارده اليسون بيكر خذلني بتصريحاته اللي في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الانتر اللي ان شاء الله يشيلوا فيها قبح. فين انتوا؟ مش انا اللي بسال، ده الاعلام الرياضي والسوشيال ميديا في انجلترا هي اللي بتسال. فينكوا يا جماعه من اللي بيحصل مع الراجل اللي حطينا على خريطه الكوره، البراند المصري اللي العالم كله احنا شخصيا فخورين بيه؟ بقالنا سنين بنفتخر ان عندنا حاجه اسمها محمد صلاح اللي ربنا هينصره. على فكره محمد صلاح ربنا هينصره بمساعدتكم او بغير، بس ده واجبكم. واجبكم. الاعلام الرياضي الغربي بيدافع عنه، والاعلام الرياضي العربي مطأطئ الرأس وسيبقى مطأطئ الرأس دائما وابدا. ليه؟ لان الاعلام الرياضي الغربي يعرف يعني ايه تقدير، يعرف يعني ايه احترام لسنين فاتت الراجل ده بيعمل لليفربول فيها اسم. انما انت بقى كاعلام رياضي مصري ابن بلدك اللي عمل لك اسمه وحطك على الخريطه برضه وخلى ابنك بينشأ كده: انا عايز ابقى محمد صلاح. فين انت؟